ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم ان انا هعمل الفيديو ده عن معلومات غلط لمسؤولياتك كأم، ونفذت بوعدي ونزلت الفيديو. فلو مهتمة تعرفي احنا ليه بنحس بالذنب لما بننام ساعة زيادة، ليه بنعتذر لو الاكل ما كانش 3 اصناف، ليه بنخاف نقول ان احنا تعبنا، النهاردة هكشفلك 20 خرافة كل واحدة فيهم هتهم كل ام وانا متأكدة. الفيديو ده مهم جدا وكل دقيقة فيه هتحل مشكلة عندك. فاتي كوباية القهوة بتاعتك وحضري قلبك وتعالي نعيد صياغة حياتك من أول وجديد. ويلا نبدأ. أول جزء، التضحية الكاملة. احنا ورثنا مفهوم غلط بيقول لنا ان الأم الشاطرة هي اللي بتموت نفسها علشان خاطر ولادها. ده كلام سينما قديم جدا أنا مش مقتنعة بيه. فالحقيقة العملية بتقول ان الأم اللي بتلغي كيانها وهوايتها وصداقاتها علشان تتفرغ لولادها بس بتتحول مع الوقت لكتلة من الغضب المكبوت. طب ليه دي معلومة غلط؟ لأنك لما بتلغي نفسك انت بتعلمي ولادك ان الست ملهاش قيمة الا ان هي تخدم الناس، فبتطلعي بنت هتسمح لغيرها ان هو يدهس حقوقها مستقبلا، وولد هيعتبر مراته دي خدمة. لكن الواقع بيقول لنا ان مسؤولياتك انك تفضلي انسانة، ليكي وقتك الخاص وليكي شغفك وليكي خروجاتك وكل حاجة. وده اللي انا بحاول اعمله من خلال قناتي، انا افهمك ان انت ام مش معنى كده انك تلغي نفسك، انك ست. ولادك لما يشوفوكي مهتمة بجمالك او بتقري كتاب او بتهتمي وبتنجحي في شغلك هيحترموا كيانك انتي مش بس وظيفتك. انتي مش محطة بنزين للكل يفولوا منها ويمشوا، انتي شريك في الحياة بتاعتهم. وفي فرق كبير جدا ما بين عيل طالع بيعطف على امه حرام والله ده امي تعبت معانا وعملت، عن واحد شايف وفخور بامه وعايز يظهرها قدام الناس كلها، مش عشان بس تعبت في تربيته ولكن عشان هي ست ناجحة، ست عرفت تلاقي نفسها وسط كل الظروف دي. تاني حاجة هو وهم البيت المثالي. في بيوت بتخشيها بتحس انك في متحف، ممنوع اللمس، ممنوع اللعب، ممنوع حتى الضحك بصوت عالي. البيت بيفضل مترتب، بصراحة بيفضل مترتب. بس تعالي بقى شوفي الام اللي هنا، يا ساتر بتكون صعبة قوي، يا رب بتكون شبه عسكري المرور طول اليوم اعمل وما تعملش. فهنا مفيش عيشة اصلا، لان المجتمع هيقيم شطارتك كأم بمدى لمعان الرخامة وان قد ايه الحوض فاضي ومفهوش مواعين. ده ضغط عصبي جدا بيدمر علاقتك بأولادك. بصي، البيت مكان ان احنا نعيش فيه مش للفرجة. مسؤولياتك هي النظافات الأساسية اللي طبعا تحمي صحة عيالك، انا مش بقولك ما تقوميش تنظفي، لكن مش الكمال. في فرق كبير جدا. الكمال اللي بيمنع حركة ولادك وما تلعبش هنا والعب هنا ومش عارف ايه، انتي تقدري تعملي كده بذكاء من غير ما تكوني متعصبة. يعني تقدري تخصصي مكان واحد مثلا زي صالة، انا مخلية الصالة اللي احنا بناكل فيها وبنشرب فيها وفيها التلفزيون وفيها كل حاجة هي دي كمان اللي فيها الالعاب. فانا بالتالي قبل ما بنام انا عارفه انا بلملم ايه، بشيل الاكل من هنا وبشيل مش عارف ايه وبشيل السجاده الواحده دي انفضها واغسلها ومش عارف ايه وارجعها تاني مكانها. بقيه الشقه كلها احنا ما بنجيش جنبها لان غصب عننا العيل هو مش شايفك اصلا قاعده في الجزء ده. لكن لما انت تكوني متاحه عليه الشقه كلها وتعالى هنا وتعالى هنا ودخل العاب هنا وما تدخلهاش هنا، لا. كمان اوضه النوم، انا بعمل ايه كل يوم الصبح؟ اول ما بصحى اطبق مكان ما كنت نايمه وافتح الشبابيك اهوي الاوضه بتاعتي واقفلها. مفيش حد بيدخل هنا خالص الا مثلا عشان نغير هدومنا، غير كده مفيش العاب. طبعا المطبخ والحمام بتوعك. بره انت عندك مثلا ريسبشن، عندك مش عارف ايه، على حسب وضع شقتك انت المكان اللي بتقعدوا وتاكلوا فيه وتعملوا مش عارف ايه، خلي مكان واحد بس للكركبه، من غير ما تقعدي بقى تنظري وتعالى هنا وما تجيش هنا لا خالص. انت اديله المكان والعيل بيمشي على نفس السيستم بتاعك، اسبوع بالكتير وهتلاقيه مشي على المكان اللي انت عايزه تمشي فيه. وفي الصيف انا بشيل السجاد ده كله خالص وكركب وادلق واعمل كل اللي انت عايزه في الارض براحتك، لان هو كام يعني 50 بلاطه اللي همسحهم مش حوار. وخليكي عارفة ان لو ولادك كركبوا اللعب ده معناهم ان هما بيستكشفوا وبيبدعوا. البيت اللي مفهوش دوشة ولعب بيت ميت، ربنا يا رب ما يحكم علينا. اختاري المعارك بتاعتك. هل الأهم ان المخدات تكون مرصوصة بالملي، ولا انك تقعدي تلعبي مع ولادك وعيالك وتقعدوا تهزروا وتضحكوا لمدة ساعة مثلا؟ انا هقولك عن خبرة امهات صحابي اكبر مني بجد قالوا لي المعلومة دي، وهي دي اللي غيرت تفكيري تماما. قالت لي ان بعد ما ابنها كبر، بعد ما جابت البنت التانية والبنت التانية ابتدت تخش الحضانة، قالت بقى اشوف نفسي وابتدي اروق البيت. ابتدت تشوف ان البيت لا سهل، وان هي تعرف تنظمه، وان هي تعرف تتحكم يقعدوا فين وما يقعدوش فين. ابتدت تعرف ان هي ازاي تعرف تنظم وقتها، تعرف امتى تصحى وامتى تنام وامتى تستغل الساعة دي تعمل فيها كذا. فقالت لي ان انا عرفت ده متأخر، كان ولادي خلاص كبروا وكان السن اللي فيه الدلع واللعب والسن اللي انا احس فيه ان انا لسه صغيرة ده خلاص راح مني.
فانا بقولك علشان احنا كمان ما نكررش غلطات غيرنا، نقدر ان احنا نبتدي من اول وجديد، نقدر ان احنا ندي لعيالنا ذكريات حلوه يعيشوا عليها. احنا ربنا مدينا نعمه، خلينا نحافظ عليها، خلينا نستثمر فيها، بدل ما يكون كل شغلنا هو العصبيه. انا عارفه ان الموضوع صعب، انا عارفه ان هو صعب جدا، ولكن لو حطيتي هدفك قدامك الموضوع هيكون اسهل مما تتخيلي. وحته ترويقه البيت او النظام او المش عارف ايه هيكون اخر حاجه انت بتفكري فيها، وهيفضل دايما برضو بيتك منظم وملمع. في حاجة كمان وهو أسطورة، إن احنا نطلع ابننا عبقري ورياضي خارق وفي كل الحاجات دي ويمشي على الحيطة. بصي عصر الترندات اللي احنا فيه ده سخيف ومرهق نفسيا جدا، أنا نفسي بعاني منه. بصي أنا ابني بيتكلم لغتين وهو عنده 3 سنين، بنشوف أمهات الإنجليش بتاع عيالها خطير وهم لسه سنتين. ايه ده ازاي كده؟ أنا كنت بقعد أقارن بصراحة عيالي بعيالهم، ايه ده انتوا ازاي كده؟ ازاي ابنك عارف يتكلم كده؟ ايه ده ازاي بتاكل بالنظام بالطريقه دي؟ بصي مفيش الكلام ده. اصلا انا ابني بطل الجمهوريه في السباحه، فانتي غصب عنك هتشوفي ابنك مشروع استثماري بقى او برواز، هتقعدي تلمعي في صورته قدام الناس طول حياتك. فانك تحسي بالفشل لو ابنك مستواه الدراسي متوسط او ملوش في الرياضه، ده مش غلط. المسؤوليه الام مش ان هي تطلع سوبرمان، مسؤوليتك ان انت تكتشفي بس شخصيه ابنك. انت ربي ابنك على اللي ربنا هيحاسبه فيكي. شوفي شخصية ابنك شكلها عامل ازاي وابنيها وادعميها، حتى لو كانت انت شايفاه ان مش زي اي حد، ابني شخصيته. الناس المختلفة هي دي الناس اللي ناجحة وطالعة بتغير في المجتمع بتاعنا دلوقتي. لو هو بيحب الرسم مثلا مش الكورة اللي انت نفسك تكوني فيها، ده مش فشل والله. لو ابنك طفل هادي، طفل مش اجتماعي، ده مش نقص في تربيتك. بطلي تحملي طفلك احلام محبطة مش هتكون موجودة فيه، سيبيه يكون نفسه مش النسخة اللي بتتمناها طنط فلانة. دي واحدة صرفة ملايين على عيالها، في واحدة كمان بيكون ابنها زيه زي ابنك ولكن بتاخد لقطة صغننة خالص، حاجة عجبتها فكانت مختلفة فصورتها عشان تنزلها للناس. فمش معنى كده ان ابنها طول اليوم كده، لا خالص. انا عايزه اقولك ان في ام نزلت فيديو لابنها وهو زعلان منها ويقول لها انت بصي دايما بتقعدي تقارنيني بفلان، انت شفتي مثلا فلان ده وهو امه قاعده جنبه، فقعدت تقول له بص الولد ده قاعد ازاي جنب امه، شايف مطيع ازاي، فقعد يقول لها يا ماما يمكن بيتشقلب على الحيطه او يمكن بيكسر الحاجه، فامه اجبرته ان يقعد جنبها، يمكن بيعمل كوارث، فانت حكمتي عليا عشان خاطر الدقيقه بس اللي شفتي فيها الولد ده، ما شفتنيش انا طول اليوم بعمل ايه. بصي مميته، والواد صغنن قوي اللي بيتكلم. فبجد ما تعمليش كده في عيالك دول استثمارك، انت هتتحاسبي عليهم. فيا رب انت مش مديني حاجه وحشه، مستحيل ان تكون مديني نعمه وحشه، مستحيل حاجه بتيجي من عند ربنا وحشه. فانا هشوفك انت شكلك عامل ازاي وانا هطور فيك وهكبر فيك وزي ما تطلع. انا المهم ان انا استودعتك عند ربنا. يا رب انا بعمل كل طاقتي عشان خاطر العيل ده، انا بعمل كل طاقتي عشان البنت دي تطلع سويه نفسيا، مش مهم اي حاجه تانية. مستحيل نعرف نلاقي كل المميزات اللي في العيال كلها ونحطها في عيالنا، نفسنا طبعا نعمل كده، نفسنا نشوفهم احسن حاجه، ولكن يهمنا برضو ان هم يشوفونا احسن اب وام في الدنيا قابلينهم زي ما هم. انت هتكرهي لو اتقارنتي، هتكرهي اللي قدامك لو قاعد يقولك ده بصي فلانه وبصي علانه، هتكرهي نفسك. لكن مع العيل لا، العيل نفسي يشوف الام دي قبلاه بكل حاجه، قبلاه هو انت قبلاه من وهو صغنن، قبلاه هو بيعمل عليكي بيبي وهو بيرجع عليك وهو بيعمل عليكي كل حاجه. علشان كده في اول سنين عمرك ابنك بيبقى متعلق بيكي جدا، لكن بعد اول ما يخش المقارنات وتبتدي قلبه يحس ان قلبك مش مع قلبه هيبتدي يبعد عنك. وبالنسبه لمسؤولياتك كأم، في حد كده قال لنا انك لازم تكوني هاديه ومبتسمه على طول مهما حصل، حتى لو الولد كب العصير على السجاده والبنطلون الجديد بتاعك فانت بتسمي كده وقولي مش مشكله. بصي ان الغلطة ان الام اللي بتتعصب او بتزعق هي مش ام شريرة والله، بس هي خلاص فقدت السيطرة. فالكبت اللي جواكي والزعل اللي جواكي ده في مرة هيتقلب لانفجار، زي انك هتنفجري عشان شوية عصير وقعوا في الارض. فمسؤوليتك انك مش تكوني ربة في الشقة، مسؤوليتك انك تكوني بشر، انت ست صادقة مع نفسك. لما تتضايقي قولي انا دلوقتي متعصبة ومحتاجة 5 دقايق لوحدي. اصلا انت كده بتعلمي عيالك الذكاء العاطفي، ان هم يفهموا مشاعر الناس اللي قدامهم، ان هم يعتذروا بعد العصبية، وان الاعتذار ده يا جدعان مش هيكون ضعف، ده قمة الرقي التربوي، انك بتعلميهم اننا كلنا بنغلط وبنصلح غلطنا. الجزء اللي بعد كده وهو الاكل الصحي والشيف شربيني اللي احنا بنبقى فيه.
بنشوف على الانستجرام لانش بوكس، يا ربي خطير، ده بيبقى معمول بالمسطره، انا بجد معرفش اذا كانهم بيحطوه جوه قالب كده وبيعملوه بالظبط. خضار بقى متقطع على شكل ورده، والباقي معرفش بيودوه فين بصراحه، وفواكه نوع نادر، وام بتعمل سندوتشات جبنه بتحس ان هي بتهد صحه عيالها. بصراحه كنت بتضايق قوي من سندوتش الجبنه اللي كنت بطلعه. بس الغلط اللي انا اكتشفته ان حسيت ان احنا بنقيم الام على ان هي محصوره جوه المطبخ، هي دي اللي هيطلع منها الجوده بقى. فالصح ان الاكل وسيله مش غايه. يعني لو يوم تعبانه وجبت دليفري او عملتي اكله بسيطه دي مش جريمه، مسؤوليتك انك توفري بدائل معقوله، لكن مش مسؤوليتك انك تقضي 6 ساعات في المطبخ علشان البرستيج بتاعك. الحب ما بيتشربش في شوربة الخضار، الحب بيتحس في قعدتك الحلوة والضحكة الصافية اللي الأم بتكون فايقة لأنها ما هلكتش طاقتها طول اليوم في المطبخ، ففايقة لعيالها تعمل معاهم ذكريات. الجزء اللي بعد كده وهو خرافة، إن الارتباط بعيالنا ده هو دي الأمومة. يعني ما بيكونش فيه انفصال، اللي هو الانفصال الصحي اللي بيبقى بيننا وبينهم. يعني الناس بتقنعك انك طالما بقيتي ام يبقى ضلك في ضل عيالك، انت زيك زيهم، تروحي معاهم في كل مكان وتعرفي كل نملة ماشية في حياتهم، وتحسي انك لما استقلتي عنهم شوية انك بقيتي خاينة كأم. مش ده الصح، ومش بقولك انك ترميهم، ومش بقولك انك تلزقي فيهم، احنا بنعمل الصح. لازم يكون في حاجة اسمها انفصال صحي علشان هم كمان يعرفوا يكبروا. لما تسيبي ولادك مثلا مع باباهم او مع تيتا وتروحي لاصحابك شوية، انت بتديهم فرصة يعتمدوا على نفسهم ويبنوا علاقات مع غيرك. الام اللي دايما خايفة ولادها وحطاهم في وجودها دايما ولازم يفضلوا قاعدين جنبي، بيطلع طفل اتكالي جدا ومهزوز. فمسؤوليتك انك تجهزي ولادك للحياة من غيرك، مش انك تخليهم ما يعرفوش يعيشوا لحظة من غيرك. انا هنا مش بقول مثلا على ام بتوصل بنتها الدرس عشان تطمن عليها، لا لا لا، مش قصدي كده خالص. انا قصدي انك ما بتسيبيهمش لوحدهم اطلاقا اطلاقا. يعني مثلا ابوهم هياخد يخرج بيهم شويه، اصل لا لا مش هيعرف، اصل مش عارف ايه. خليهم يجربوا، خليهم يروحوا مكان قريب. يعني لو في كيدز اريا جنب بيتك، انا في اماكن بتبقى جنب البيت بتاعي وفي ملاهي كده صغننه وفي مش عارف ايه، اقول له روح ماشي ماشي واخد وديهم. يروح مثلا نص ساعه مثلا الحجز بيبقى او حاجه شبه كده، مش هيعمل لهم حاجه، ابوهم بيحبهم. فخليهم يروحوا يجربوا، خليهم يروحوا يستكشفوا. لو مثلا انت قاعده عند عمتهم عند خالتهم وقاعدين العيال بيلعبوا مع بعض، ما تقوليش دايما عينك عليه ايه ما كذا ما تعملش كذا مش عارفه، سيبيهم. ادخلي مثلا انت ومامتهم جوه، اقعدوا يعملوا مثلا الاكل، يعملوا كوبايه قهوه تشربوها سوا ومش عارفه ايه، وسيبيهم هم يتعاملوا مع نفسهم. يروح المدرسه ويروح كل حاجه عايزه تروحي توديه وتجيبيه، روحي وديه وجيبيه، ما عنديش مشكله في الحته دي. انا ليا دعوه ان انت تكوني لازقه فيه لازقه، اللي هو لا انا حتى اللعبه هلعبه معاك، مش كده، مش ده اللي قصدي عليه، فاهماني؟ الجزء اللي بعد كده هو جزء على فكره كان بيأثر فيا انا وبيأثر في راحتي انا، ان انا بكون عايزه اسعد البيت بتاعه كله، ما انا بقى الام بقى اللي شايله كل حاجه، فبشيل هم نكد البيت كله. ولو ابوهم بقى راجع متضايق اجري احاول الطف الجو، ولو الولاد زهقانين اقعد اشغلهم والعبهم وانكش فيهم. بصي انت مسؤوله عن الحاله المزاجيه لكل فرد في البيت، ده غلط. انتي فرد برضه في البيت، مش نظام تكييف قاعد بيهول البيت كله. كل انسان مسؤول عن مشاعره، فلو زعلان ممكن تسنديه، لكن مش مسؤوليتك انتي انك تصلحي. انا مش هصلح مودك بالعافيه، ولكن انا هعرف ان انا اساعدك. لو ابنك طبعا صغير ما بيعرفش يتصرف، انا بتكلم على الطفل الصغير مش، لكن مثلا عيل قاعد موده مش جايبه، قاعد زهقان، فماشي انا ممكن العب معاك او ممكن مثلا نعمل كذا وكذا، فلا هو مش حابب، خلاص خلاص هعمل لك ايه، خليك عايش جوه الحته بتاعتك دي نص ساعه ساعه بالكتير، وهتلاقيه ان هو رجع تاني بقى تمام. بصي ما تبقيش دايما شايله كل حاجه فوق دماغك. الراجل اللي راجع من بره ممكن يكون راجع مخنوق، مش في دماغه اي حاجه، بس هو راجع مثلا مهبط، فمش هقعد انا بقى اقلب لك قرده في البيت. انا خلاص شفتك ومش عارف ايه بموده ورحمه وكل حاجه، بس مش هشيل مسؤوليتك. انتي فاهماني؟ انا مش هشيل الحته بتاعتك دي، مش هقعد ارقص لك يعني، مع انك لو رقصتي يعني ده هيفرق، بس انا بتكلم يعني مش هنقلب ارجوز في البيت. فانا مش هخليك بالعافيه، لان ده هيبقى ضغط عليكي انتي، انك تعيشي في توتر دايم وقلق من اي تكشيره من اللي حواليكي. فسيب الناس تعبر عن مشاعرها بطريقتها، وعيشي انتي بقى مشاعرك كمان بحريه. زي ما بيقولوا لنا كده ان الامومه غريزه، وانك هتعرفي لوحدك. لما تقعي في مشكله تربويه وتفتحي كتاب او تروحي المتخصص، الناس هتقعد تضحك عليك وتقولك يا ستي ده احنا اتربينا بالبركه. فالغلط هنا ان السؤال ان انت تروحي المتخصص مش حاجه ضعيفه، او انت ما عندكيش غريزه الامومه اللي تفهمي بيها.
العصر اللي احنا فيه معقد جدا، المخاطر اللي بتواجهنا احنا زي السوشيال ميديا محتاجة علم مش بس غريزة. فمسؤوليتك انك تطوري عقلك التربوي، وانك تقري عن خصائص كل سن وتفهمي لغة الحب. مش بركة، البركة يا ستي جميلة بس الوعي هو اللي بيحمي في الزمن ده. فما تتكسفيش انك تقولي ان انت عايزة تدوري على حل او ان انت رايحة المختص. فاكبر غلط هو احساسك انك لازم تكوني كاملة. ولادك مش محتاجين ام مثالية، ولادك محتاجين ام مبسوطة. فلو خيرنا طفل ما بين ام بتعمل اكل صحي وبتنظف البيت طول اليوم بس وشها خشب وعصبية، وبين ام بتضحك وبتلعب معاه بس البيت مكركب والاكل نص نص، هيختار دايما الام اللي بتضحك 100 مرة. اتفرجي على فيديوهات فيها عيال بيقولوا لهم انت ازاي امتى تشوف باباك ومامتك دول حلوين، بتحتاج ايه من مامتك. قليل قوي لما تلاقيه بيقولك، يعني مثلا لو قلت ان العيل بيشوف مامته بتعمل ايه هيقولك بتعمل الاكل، لكن ولا يفرق معاه اكل صحي ولا اكل مش صحي ولا اكل مش عارف ايه. طبعا العيل احنا بنكرمه باكله ويبقى مثلا عارف ان اللحمه والفراخ دي مش عارف ايه، بيبقى فاهم كل حاجه. بس انا بكلمك ان ما بيفرقش معاه قد ما بيفرق معاه ان انت تقعدي. يعني اتفرجي على اي عيل هيجي يتكلم عن مامته هيقولك امتى تكون مامتك حلوه، هيقولك لو ما بتتعصبش، لو ما بتضربنيش، لو مش دايما مشغوله عني، لو مش عارف ايه. كتير قوي العيال رابطه الام بالزعيق، وده اللي احنا مش عايزينه تماما. وفي حاجة تانية كنا بنعملها، أنا كمان كنت بعملها، اللي هو إن أنا ما بمرضش وإن أنا لو تعبانة هقوم أخدمكم عشان دايما تكونوا فاكرين إن أنا كنت بموت وقمت خدمتكم، ولا ليها أي 30 لازمة ولا حد هيشكرك. الأم لازم تقف تقوم تطبخ وهي درجة حرارة 39 وتحس بقى بالذنب لو نامت في السرير اليوم كله. فيا أمي إحنا بشر مش ماكينة، إحنا مش ستانلس ستيل لما تضغطي على نفسك وانتي مريضة وتطلعي طاقة سلبية وتوتر في البيت كله، ده مش هينفعك. فالصح هنا انك تعلمي ولادك يعني ايه تعاطف، انه لما يشوفوكي تعبانه ان دي فرصه ليهم يعملوا ويشيلوا مسؤوليه نفسهم ويخدموكي كمان. الام اللي بتدلع وقت تعبها ولادها بيطلعوا حنينين جدا، لكن الام بقى اللي بتقوم تستشهد كده في المطبخ وهي مريضه بتطلع عيال انانيه ومتعوده ان ماما دي دايما ما بتتعبش وقلبهم بيكون زي الزفت. زي كمان انك تكوني فاكره ان انت السبب في ان اخلاقهم تكون كويسه او وحشه بنسبه 100%. بصي لو ابنك قال كلمة وحشة في الشارع أو بنتك اتصرفت تصرف طيش، فالعيب مش في تربيتك انتي، في حاجة اسمها مجتمع، في حاجة اسمها مدرسة، في حاجة منيلة ب60 نيلة اسمها سوشيال ميديا والجينات. فانتي ليكي في الجينات أصلا 30-40% بالكتير من التأثير، الباقي كله عوامل خارجية. فمسؤوليتك هي البذرة، مش انك تتحكمي في اتجاه الريح. انتي بتاخدي البذرة دي وبتزرعي القيم، لكن مش مسؤولة عن كل غلطة بيغلطوها. هم بيكتشفوا العالم، فبطلي تشيلي شيلة المجتمع والبيئة وكل حاجة فوق كتفك. علميهم وقيميهم وعرفيهم دينهم كويس قوي، بس في نفس الوقت ما تلوميش نفسك بنسبة 100% لو سمعتي كلمة كده ولا كده. في حاجة كمان بنعملها غلط، وهو ان احنا عايزين نعمل العدل بالظبط ما بين الاخوات. افهمي بس الجزء ده كويس جدا. الغلط اللي انا بقوله انك مش لازم تجيبي نفس اللبس لنفس الاتنين لو عندك مثلا عيلين، او ياخدوا نفس كمية الاكل، او تدي عدد الدقايق لكل طفل بالثانية، والا تبقي تحسي ان انتي بتظلميهم. بصي المساواة هنا مش هي العدل، كل طفل ليه احتياج مختلف وكل طفل ليه وقت مختلف عن التاني. فالعدل هنا هو انك تدي كل طفل من عيالك اللي هو محتاجه بالظبط. يعني في واحد بيحتاج حضن اكبر، في حد بيبقى عايز يلزق فيك عايز يتشال على طول، واحد تاني محتاج انك تشجعيه في مذاكرته اكتر وبيحب كده جدا. فمسؤوليتك هي انك تلبي الاحتياج الفردي لكل واحد، مش تحولي البيت لشركة توزيع حصص بالتساوي. فما تخليش ولادك يزودوكي بكلمة انت بتحبي فلان اكتر، خليكي واثقة انك حبك متنوع ومتباين ما بين شخصياتهم وشخصية بعض. طيب في سؤال جالي كتير، ان انا بشتغل ومعايا بيتي ومعايا عيالي، فازاي اكون منظمة بنسبة 100%؟ بصي انا مش هقدر اقولك ان في خلطة سحرية هتخليكي ناجحة بنسبة 100% في شغلك و100% في بيتك وفي نفس اللحظة كل ده هيحصل. مفيش حاجة اسمها توازن، في حاجة اسمها اولويات متغيرة. يعني يوم الشغل بياكل وقتك ويوم البيت هو اللي بيحتاج المجهود. فالصح هنا انك تقبلي بالتقصير المؤقت. لو عندك مشروع مثلا في الشغل عادي البيت يكون مكركب اليومين دول، لو ابنك تعبان عادي الشغل يتأجل شوية. مسؤوليتك هي انك تديري اولويات حياتك بذكاء، مش انك تكون سيرك بيلعب 10 كور في الهوا ومطلوب منك انه ما يسقطش منك ولا كورة، مستحيل مش هيحصل. فانا مثلا انا متأكدة ان الاسبوع ده كله انا مش موجودة، هاتي كل حاجة تساعدك في الاسبوع دوت واعمليها يوم واحد بس.
انا مثلا داخله في ضغطه شغل الاسبوع الجاي، انا مش عارف ايه، جهزي كل الاكل اللي هتحتاجيه بالسناكس بكل حاجه، انزلي جيبي كل حاجه تحت وسيبي كل حاجه في التلاجة، الاكل خليه واقف على التسويه، او لو عرفتي تسويه يبقى واقف على التسخين، حلو جدا. شوفي مثلا لو عيالك دول داخلين على امتحانات والبيت ده بيبقى مكهرب، انا عارفه الوضع، خلاص يبقى الاسبوع دوت هجهز كل حاجه هعرف اجهزها، هجهز الدنيا في الشغل، هكتب كل حاجه بالورقه والقلم عشان ما انساش وما ابقاش مقصره في شغلي. امشي من الشغل اقفلي التليفون، انتي مركزه مع عيالك ومذاكرتهم، والعكس. وما تبقيش حاطه في دماغك انك لازم تعملي دور الاب والام مع بعض، انا اللي بذاكر وانا اللي بودي التمارين وانا اللي بعاقب، ايه كل ده؟ لما بتستحوذي كل الادوار على نفسك انت بتهمشي دور الاب وبتديله فرصه ان هو ينسحب ويعيش حياته هو بقى. فالصح ان مسؤوليتك ان انت توزعي المهام في البيت، حتى لو الاب بيعمل الحاجه غلط من وجهه نظرك طبعا، زي انه يلبسهم الوان مش لايقه على بعض، سيبيه يغلط، سيبيه يغلط ويتعلم ويقول لا تلبس كذا على كذا. مسؤوليتك ان انت ما تكونيش المدير العام في البيت، خليكي شريكه في البيت، ارفعي ايدك عن الحاجات وسيبي غيرك يشيل معاكي شويه. او انك تقعدي تقولي انا مش هشتري لنفسي لبس عشان اوفر لهم دروسهم الخصوصيه، مش هسافر عشان هم اولى بالفلوس، انا ما قلتش ان ده غلط، بس ده هيديكي ضغط وهيديكي دين على الولاد، لما هيكبروا هيحسوا ان هم مديونين ليكي بحياتهم، وده بيخلق علاقه سامه على فكره. فانت استثمري في نفسك معاهم مش بدلهم، يعني لما تصرفي على كورس لنفسك او جيم انت بتعلميهم قيمه ان هم يطوروا نفسهم. الولاد محتاجين يشوفوا ام مستمتعه بحياتها، مش ام ضحيه مستنيه المقابل. وانا هنا مش بقول انك تلغيهم او ما تشوفي هما محتاجين ايه وان الدروس يا جماعه اولى، انا مش بقول على كده، انا بديكي مثال انك مثلا ممكن تكوني شايفه حاجه قدامك زي كاراتيه مثلا وشيبسي ومش عارف ايه وبتاع، فانا هجيبهم لعيلي ومش هجيب لنفسي كذا، لا طبعا. لو انت مثلا نفسك في توست دايت بتجيبيه لنفسك، او حاجه مثلا بذور شيا مثلا عايزه تجيبيها علشان خاطر تخسي او حاجه شبه كده، ال 20 30 جنيه دول مش هيفرقوا معاهم، فلا عادي اجلوا النهارده، ما فيش، انا جايبه لكم فشار مثلا في البيت وهنقعد نعمله وانتي خدي الفلوس دي واعمليها لنفسك. انا مثلا جايبه لكم فاكهه في البيت، فما فيش حاجه مثلا اسمها شوكولاته النهارده او كذا، ووفري الفلوس الصغننه دي في ان انت تجيبي فيها حاجه لنفسك. انت كده مش بتضريهم ولا بتحرميهم ولا اي حاجه، انت كمان بتعلميهم ازاي يعرفوا يمسكوا نفسهم، وفي نفس الوقت انت شايفه نفسك. لكن انا اشوف الام تاخد الفلوس من هنا تروح تفرتكها كلها على عيالها، لا طبعا. طب انت فين من الموضوع ده؟ هتفضلي لاغيه نفسك وترجعي بقى مثلا بعد 5 10 سنين اصل انا كنت لغيت نفسي عشانكم وانا ما لقيتش منكم، مش هتلاقي وهم مش هيشوفوا ومش هيقدروكي طول ما انتي مش مقدره نفسك، لان هم ما اتعلموش ان يشوفوكي في وضع التقدير اصلا. وخليني اقولك ان مسؤوليتك الحقيقيه هو ان انت تتصالحي مع اي نقص جواكي، انك تقبلي انك بشر بتغلطي وبتتعبي وبتزهقي، هترحمي نفسك وهتعرفي ترحمي ولادك. اكبر هديه بتقدميها ليهم هي صحتك النفسيه. ولو انتي لسه هنا برافو عليكي، ده معناه انك لسه فعلا عايزه تتغيري. الفيديو ده كان طويل علشان حمل الذنب اللي شايلينه كان تقيل جدا ومحتاج وقت عشان يتفكك. عايزه اقولك كلمه اخيره، انك ام عظيمه مش بس عشان بتعملي كل حاجه صح، لا انتي عظيمه عشان انتي موجوده بتحاولي وبتحبي. فارحمي كتالوج المجتمع اللي احنا وقعنا فيه ده، واكتبي كتالوج لحياتك انتي بنفسك انتي. ولو حسيتي ان الكلام ده طبطب على قلبك ادعمينا باشتراك علشان نكبر ونكون عيله لكل ام واعيه. وروحي دلوقتي احضني ولادك وقولي لنفسك في المرايه ان انت كفايه وانك ام ممتازه بطريقتك انت الخاصه. ولو وصلت لغايه هنا شكرا من قلبي ان انت كملت الفيديو لغايه الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفي كل الفيديوز الجديده اللي بننزلها، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.